ألا يفترض أنه دائرة المرور أن تكون عندها مثلا فد مساحات مخصصة لحجز السيارات المخالفة للضوابط؟ هسه ما عندك أنت مثلا فد مكانات مخصصة، رايح متفق لي ويا ما أعرف بس هذا كون إحنا نحقق به، لأنه هذا اعتمادا على كلام الناس اللي الآن أنا سمعته وصولات شفتها، جراجات أهلية يحجزون السيارات بها، أحيانا هذا يظل أبو السيارة 7 أيام، أكو بيهم يقول لي دكتور أنا صار لي شهر، زين هذا 10,000 دينار باليوم، طلعوا تظاهرة سووها 5,000 دينار باليوم، جراج أهلي 5,000 دينار باليوم، هذا يجي يروح يدفع وصل 200,000 وبعد يدفع يمكن هم توصل، أكو بيهم يقول أنا دفعت 70، أكو بي يقول أنا علي صار 200 ثانية، زين هذا هو يوميته 10,000 دينار، يعني أنا شنو هذا؟ فد نوع من الاحتواء، فد نوع من التشجيع على العمل، فد نوع من ضبط مثلا حفظ النظام بالمدينة. وهذا أنا من راح أضايقه بهذا المجال هم راح يتظاهر، يطلع لي مظاهرة، زين وهم تعال إنه أنت شلون ليش طالعين مظاهرات وشلون نحل هذه المشكلة؟ هي رسالة إلى الأخوة في دائرة المرور أن ينتبهوا، هذول أولادهم أخوتهم كسبة، شلون إحنا نتعاون وياهم. أكو ضابطة إنه مخالف أقص له وصل المخالفة مالته، زين وكن ألقى له الحل البديل. أنا شارع كله صابغة أسود وأصفر، هذا وين يوقف؟ ومن يوقف زين يريد ينزل عبري تقص له 200 وتاخذه توديه انه للجراج اللي هو عبء ثاني. زين انا لقيت اكو سيارات الان طلعت، انا صورت وثقت، اكو الان سيارات متوقفه صار له بحدود ال6 اشهر 7 اشهر، هذا يمكن اذا يبقي سيارته لانه اذا يريد يحسبها يوميا تطلع سعر السياره مساوي الى سعر الوقوف، يعني هذا ابتلى على عمر انه بسيارته بعد ما يقدر يطلعها منه. زين الا يفترض انه دائره المرور اذا ما عندها مثلا فد مساحه مخصصه لوقوف السيارات، الا يفترض انه من وصل الغرامه هي تتحمل دائره المرور انه دفع مثلا جراجيه للجراج الاهلي؟ يعني ما اعرف هل مساحات بالنجف ما اكو، رحنا اتفقنا ويا جراج اهلي، اكو مثلا فد علامه استفهام كبيره مثل ما اني افهمها يحتاج انه نتحقق من عندها. هذا الامر مرفوع الى دائره المرور، احنا بدورنا راح يصير اكو مخاطبه رسميه بيننا وبين دائرة المرور، لأن هذه المشكلة لا يمكن أن تنتهي إلى حد أنه إحنا درينا بها، لازم نتحقق من عندها ونتعاون إحنا والأخوة السواق وكذلك دائرة المرور، أنه بعد ما عرفنا هذه المشكلة شلون تحليلها وكذلك تذويب الصعاب اللي أمامها حتى نطلع بمخرجات تخدم أهل المدينة إن شاء الله.